ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا اتأخرنا بقى، معلش. يعني كان في حاجة كده. النهارده عموما نكمل في جيت وجيت هاب. تمام. المرة اللي فاتت كنا وصلنا لحد ازاي ما بنعمل اد، وازاي الدنيا دي كلها زي الفل. النهارده عندنا حاجة اسمها ايه؟ اسمها الكوميت. طب ايه ده يعني؟ هقول لك. احنا كنا قايلين ان في مراحل يعني نفتح في جيت. يعني شغال اول حاجه الوركينج دايركتوري، بعدين حاجه اللي هي staging اريا، لوكال ريبو وريموت ريبو. تمام. احنا عرفنا ازاي ندخل حاجه للوركينج دايركتوري، وبعد كده ندخلها نحطها في الستيج اريا. فاضل بقى ايه؟ فاضل لوكال ريبو. لوكال ريبو ده زي ما نقول كده. تعال نتخيل ان احنا عندنا مثلا ايه، زي مثلا ورقه كده فيها هي فهرس، يقول لك اول حاجه كذا، تاني حاجه كذا، تاني حاجه. فاللوكال ريبو او ريبوزيتوري هو عباره عن ايه؟ عباره عن فهرسه للتغييرات. يعني كل تغيير حصل بيبقى متسجل، ممكن نرجع للتغيير اللي قبله كده. فده فكره الريبو. فاللوكال ريبو ده فهو الفهرس اللي على الجهاز ذات نفسه. طب وده بنعمله ازاي؟ ده سهل جدا، لازم نفهمه مع بعض. اول حاجه ادي فايل عندنا بنجرب فيه، نيجي نشتغل عادي عليه. جيت باش. نبتدي اول حاجه جه نمشي عدل. فتعمل له فايل جيت اد. جيت اد. حصل له كده، حصل له ابتدى ترافيك. شوف بقى هو حصل له ترافيك ولا لا، عن طريق امر اسمه ايه؟ اسمه جيت ستاتس. اه بيقول كده الفايل ده احمر فازرق، فكده ابتدى ده اخضر. يا جدعان معلش اسف. فهو كده هو حصل له ترافيك. تمام. الترافيك يعني بيحصل له تتبع اي تغيير فيه. نيجي مثلا نبص نعمل تغيير كده. نعمل مثلا تيست 2. نجرب تاني. او بيقول لك ايه؟ حصل له تعديل وما تسجلش، ادي موديفايد. فنعمله ايه تاني؟ نروح عاملين جيت اد تاني. جيت ستاتس. اه كده تمام. بس في حاجه اللي احنا عملناه كده، الموضوع الاد ده بيلغي حاجه. دلوقتي لما بنعمل اد، ادي مثلا دي فيرجن زيرو، عدلنا فيها، فكده ما اتحفظش التغيير. فنيجي نحفظ التغيير، فبيعمل ايه؟ فبيمسح الزيرو ده ويخليها زيرو برضو. يعني بيحط التغييرات دي ما بيتبعش، ما بيتتبعش التغييرات. هو بيعمل ايه؟ هو بيحطها في فايل جديد. ده كده البدايه، ده نقطه الزيرو. فقال لك لا، احنا في حاجه لازم نعملها، هي الريبو بقى. الريبو اللي هو الريبوزيتوري، لازم نعمل ريبوزيتوري نحط فيه كل التغييرات. طب وده ازاي؟ ده عن طريق حاجه بسيطه. امر بسيط. اول حاجه بنكتب جيت كوميت. تمام. داش ام. وهنا نحط علامتين تنصيص نكتب فيهم اسم التغيير. مثلا نقول ايه؟ نقول اي 1. فهو كده عمل، يعني عمل برانش او عمل كوميت بالفايل ده. لو حصل له تراكنج او حصل له موديفايد، بيعمل ايه؟ وعملنا جيت تاني كوميت باسم تاني، فبالتالي الاتنين محفوظين، نقدر نرجع النسخة اللي قبلها. هنيجي نعمل كده جيت ستاتس. اه بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني مفيش حاجة حصل لها تغيير وبتاع. فاحنا كده وصلنا اللي فيه عندنا كوميت. لما نيجي مثلا نغير حاجة في الفايل، تيست تيست 3، نعمل كوميت تاني خليها اي 2. اه بيقول لك في حاجة، بيقول لك احنا اصلا لما نيجي نعمل، انت ما عملتش اد، فانت لازم تعمل اد. جيت اد جيت كوميت اي 2. اه كده بيقول لك انا حفظت كوميت جديد ده بالاي بي ده.
فبس بيقول لك في فايل واحد اتغير، فبس قد الموضوع. فاحنا كده عرفنا ازاي نعمل كوميت. بعد الكوميت بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ بعد الكوميت احنا هنا لسه في اللوكال ريبو، عايزين نحطه في الريموت ريبو. طب هنعملها ازاي؟ فبيقول لك في حاجة عشان نحطها احنا كده. من اللي بتاع ده مسجنج اريا عملناها ليه للوكال ريبو. استخدمنا جيت كوميت تمام. عايزين بقى نحطها في الريموت ريبو، يعني ايه، على الهوست بتاع جيت هاب. فبنستخدم امر اسمه ايه، اسمه باش او بوش زي ما اتقال. طب دي يعني نكتب كده، تيجي تعالى نكتب كده جيت باش. جيت بوش. بيقول لك ان لا، في حاجه غلط، فين في حاجات انا محتاجها. طب انا محتاج ايه؟ اول حاجه احنا لازم نعمل ريبوزيتوري على جيت هاب. احنا بتعمل اكونت على جيت هاب، الاكونت تعمله سهل عموما. تخش هنا في العلامه دي، تعمل ايه، نيو ريبوزيتوري، سميه بقى اي اسم. يا عم انا اسميه مثلا ايه، سميه اف تول. مش خسران حاجه. بس بعد كده create repository. كده الريبوزيتوري اتعمل معاك. هو الراجل مشكورا بيقول لك ايه، بيقول لك انت لو عايز يعني تضيف الفايلات بتاعتك استخدم الاوامر دي. ماشي، احنا بقى هنستخدمها برضو، بس بقى يعني ايه مع نفسنا. نيجي نفتح الفايل بتاعنا زي الفل. اول حاجه احنا بنعمل ايه، نكتب كده جيت ايه، جيت برانش داش ام، ونحط له نيم. البرانش ده اللي هو شغال عليه. احنا جيت لما تيجي لما تكون شغال جيت ماشيه بالنظام ده. ده كده مثلا المين، ده البرانش اسمه مين. ده الفرع الرئيسي في جيت تمام. الديفلوبر لما يجي يشتغل ما بيشتغلش على المين ده. المين ده حاجه ايه، حاجه رئيسيه، لو اشتغل عليه يبقى خطر. فبيعمل يعني مثلا يجي هنا كده يعمل يعني ايه، عايزين ناخد نعدل الحته دي والحته دي. فبيروح عامل زي ايه، يعمل مع نفسه كده برانش. مش يعني برانش ليه هو يشتغل عليه، ده بتاع الديفلوبر. يخلص ويرجع ايه، ويرجع الفيتشر للمين تاني. فاحنا بنكتب هنا، معرفش يا رب يكون فحصتها كويس. احنا كده بنختار البرانش. فاحنا بنقول لنا البرانش ده هنا، ده البرانش ماستر. انا ممكن اسميه اي حاجه، انا عن نفسي اسميه ايه، هسميه مين عادي. تمام. انا كده عملت برانش، كده ايه، اتحول من ماستر لمين. فانا كده في مين. بعد كده اكتب ايه، اكتب جيت ريموت اد اوريجين. وبعد كده اخد اللينك، لازم اكتب اللينك هنا. اخد اللينك ده منين، اهو ادي اللينك، اخده كوبي كده واروح رازعه هنا. بس في الاخر هكتب ايه، هكتب دوت جيت، يعني بعد ما اللينك ده اكتب دوت جيت. طب انا كده عملت ايه، انا كده حولته، خليته يركز على يركز على ايه، يركز على اللينك ده اللي هو كده. انا وصلت اللينك بالامر اللي هو بتاع ريموت. بعد ما اعمل كده اروح اعمل ايه، الامر الاخير بقى، نكتب ايه، جيت بوش اوريجين، واسم البرانش اللي هو ايه، اللي هو اسمه مين. دوس انتر. فهو كده بيعمل بوشنج وخلاص. هو كده اقول لك عملنا بوش زي الفل. نيجي نعمل كده نعمل ريستارت للصفحة.
نلاقي ده جاب لي الفايل اللي انا لسه كنت عامله. بيقول لي فيه التو كوميتس هنا اللي متسجلين في اللوكال ريبو. اقدر ارجع لاي واحده فيهم. تمام. تمام. طب تعال نعمل تعديل كده. تعال ادي كده مثلا نعمل ايه. نعمل for test for save. نبتدي بقى نعمل commit تاني get commit e3. get bash origin main. فانا كده عم سجلت التعديل ده على جيت هاب عادي. كده لما نيجي نعمل ريلود هيقول لنا فيه 3 كوميت مش 2 بس، او بقوا 3. فادي فكرة ايه الكوميت والبوش عموما. يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله.